الوصفه دي مستحيل تشوفي حد عملها غيري قبل كده. انا بعملها لكم مره كل سنه كده قبل رمضان علشان بس اذكركم بيها، لكن انا كحوريه ما بشيلهاش من التلاجة طول السنه. اقفلي لي بقى على كل تفريزات رمضان واعملي لي العلبه دي وخليها عندك في الفريزر او في التلاجة. انت كل ما تطلعي منه معلقه هتدعي لي حرفيا. تعالوا نشوف عملناها ازاي مع بعض، بس الاول كده صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حطوا لايك للفيديو علشان زعلان منكم. تبخلوا تحطوا لايك، حطوا لايك يا فوزيه. يلا نبدأ ونقول بسم الله. استخدمت في وصفة النهاردة الهاند بلندر برو من حلا ستور يا جماعة، براند شيف شيماء الحديدي حبيبة قلبي القمر. وعلشان شهادتي ما تكونش مجروحة فيها، انا استخدمت الهاند بلندر اكتر من شهر من يوم فيديو التفريزات وانتوا كلكم بتسألوني عليه، والنهاردة هشرح لك كل قطعة فيه واحنا بنعمل وصفة النهاردة. موجود منه اللون الاسود واللون المنت جرين. شفتوا الدورق كبة لتر ونص مع الهاند بلندر. اول مره اشوف كده. دراع الهاند بلندر ستانلس ستيل، يعني يمشي معاكي سخن وبارد كمان معاه مضرب خطير هنجربه مع بعض دلوقتي، ودي بقى انا مسميها السحريه. دي شباسه ومبشره في نفس الوقت، هجربها لكم دلوقتي هتنبهروا. وكمان معاها وعاء معياري، وكمان سلاح القمر ده اللي عور ايدي اول مره استخدمته. بجد قوي جدا يا جماعه، خلي بالكم منه. عرفتوا بقى ليه اسمه هاند بلندر برو؟ لانه بيفرم وبيهرس وبيضرب وبيبشر وكمان بيعمل شيبسي 10 في واحد يا جماعه. وهنا بقى وبكل ثقه اقدر اقول لك مع حلا كوني انت الشيف. تعالوا بقى هاتوا 2 كيلو بصل كده او كيلو ونص على حسب الكميه اللي انتوا عاوزينها. انزلي بقى بيهم في الكبه ومليها على الاخر وما تقلقيش خالص. اديهم خبطتين كده هيتفرموا معاكي فرمه متوسطه، وده اللي احنا عاوزينه. بعد كده هحضر بقى ايه. بصوا الاول حبيت اوريكم كده الجرشه بتاعتي، هو ده اللي انا عايزاه، مفيش اسهل من كده. بعد كده بقى هفضيهم في علبه كده اللي انا هحطها في التلاجة او في الفريزر. هفرم معاهم بقى طماطم، فلفل رومي بس طماطميتين 3، فلفل حامي لو ما عندكيش مشكله ان هي تكون سبايسي. وبعد كده حطي عليهم بقى التوابل اللي انت بتحبيها في التخديعه عموما. يعني انا مثلا بضيف ملح وفلفل و7 بهارات وبس كده. وقلبي بقى كل الكلام ده مع بعض. بتستخدميها في ايه بقى يا حوريه؟ انا باخد بقى منها معلقتين 3 كده وهي في الفريزر. لو مثلا بعمل صينيه بطاطس بالفراخ، اخد معلقتين 3 واقلبهم مع الفراخ، احلى تتبيله. باخد مثلا بعمل كباب حله، بقلبها مع اللحمه وبعمل بيها احلى كباب حله. طب هعمل محشي، باخد منها مغرفتين وبديها تشويحه كده بالسمنه، وبعدين انزل عليها بالطماطم وعملت احلى تخديعه محشي. تنفع معاكي في كل حاجه، مش هتقولك لا. تعصجي بيها مفروم، تعملي بيها كبسه، تعملي بيها اي حاجه انت عاوزاها. هنا كده كنت بوريكم الهاند بلندر ما شاء الله اللهم بارك. وكمان المضرب بصوا يا جماعه خبطتين 3 يديكي كريم شانتيه ولا اروع ولا احلى. يعني تعملي حلو وحادق كمان. بصوا كمان بقى دي اللي ابهرتني، مش بقول لكم سحريه. بصوا القطاعه دي عملت بيها البطاطس طرنشات متساويه وكانك عاملاها بالمسطره. بصوا كده اتفاجئت بصراحه. تقدري بقى تعملي بيها اي نوع من انواع الخضار، تعملي بيها البطاطس، تعملي بيها الخيار، تعملي بيها الجزر. انا هعمل لكم ال3 انواع دلوقتي. يعني من الاخر كده هاند بلندر حلا بيغنيكي عن اي جهاز في مطبخك. هاند بلندر يهرس لك ويفرم لك اي حاجه سخنه بارده، ما عندوش اي مشكله. كمان الكبه تقطع لك شرايح، تبشر لك، تفرم لك اللي انت عايزاه يا ست الكل. لو عايزاها تعجن هتعجن لك كمان. عايزه اقول لكم بقى ان انا بجد شهادتي مجروحه في شيماء الحديدي كشخص، لان هي من الناس اللي فعلا مش هتطلع لكم بحاجه الا لما تكون فعلا بيرفكت و10/10، بل مليون على 10 كمان. ارشحها لكم وبقوه. واظن كده رديت على كل اسئلتكم اللي بتسالوها لي من يوم فيديو التفريزات وانتوا بتسالوا على الهاند بلندر. ونسيت اقول لكم ان كمان عندهم شحن جميع المحافظات. وبكده بقى يبقى فرمنا وبشرنا وقطعنا وكمان ضربنا. عايزه ايه اكتر من كده؟ مع حلا كوني انت الشيف.